أيها المواطنون الشرفاء، باسم الشعب الصامت، باسم الشعب القوي، باسم الشعب الذي يعرف طريقه، باسم الشعب الذي يكافح من أجل الاحتفاظ بمكاسبه، باسم الشعب الذي يبني مجتمعه تحت راية الاشتراكية، باسم الشعب الذي لا زال يؤمن بقائده، هو القائد الذي قاده معارك النضال، هو القائد الذي ربط مصيره بمصير الملايين، هو القائد الذي عرف من خلال تجربته أن القوة الأصيلة هي في جماهير الشعب الواعية المؤمنة بثورتها التي تدافع عنها حتى الموت، باسم الشعب الجبار. وهنا في حلوان باسم العمال وهذه القاعدة المتفجرة بالإخلاص والوعي والتصميم، نحييكم أيها المواطنون الشرفاء الأحرار. أيها الأحرار، لقد خرج شعبنا في 19 يونيو يعلن لقائده أنه مصمم على النضال، يعلن للأعداء أننا إذا خسرنا جولة في معركة طويلة فنحن لها، لن نستكين، لن نستسلم، بل سنصل إلى غاياتنا ونحققها بدمائنا. نحن الشعب الذي عرف طريق الحرية والذي عرف طريق الاشتراكية سيحفر طريقه بأيديه بدمه حتى ينتصر في النهاية على الأعداء، على الاستعمار، على العملاء. لقد أدرك الشعب وفي كل يوم يدرك من هم أعداؤه الحقيقيون. إنه يفتح عينيه كل يوم على أعدائه المنبثين، على العملاء الذين يريدون أن يطيحوا بمكاسبه، الذين يقفون في الصف المعادي له. هذا هو شعبنا، شعب قوي جبار صامد، على حين يظن الأعداء أنه قد استكان وقد يائس وقد انهزم. إن شعبنا هو بقاعدته العمالية الضخمة وبجماهير فلاحيه وبمثقفيه وبتجاره ورأسماليه الوطنيين. هذه هي جبهة الشعب العريضة التي تلتقي اليوم مع قائدها جمال عبد الناصر الذي سار في طريق النضال وسيسير في طريق النضال، والذي أراد اليوم أن يتحدث إلى جماهير الشعب، يعلن إليها الحقائق، يضيء الطريق، يراجع مرحلة سابقة من مراحل النضال لنبدأ معا مرحلة جديدة تعتمد على الشعب، تعتمد على قوتنا الجبارة، تعتمد على ذخيرتنا التي ليس لنا ذخيرة بعدها ولا قبلها، تعتمد على الجماهير الشريفة المناضلة التي من صالحها أن تبنى الاشتراكية في بلادنا. أيها المواطنون الأحرار، هذا هو لقاء قائد الشعب بجماهير العمال بالآلاف المؤلفة التي تريد أن تسير وراءه دوما، التي تصمم على النضال، القادرة على بذل التضحيات، التي تريد أن تضحي وتضحي وأن تموت دفاعا عن وطنها وعن كرامتها وعن ثورتها وعن قائد الثورة الذي يسير بالشعب والذي يناضل في مقدمة الشعب. أيها المواطنون الأحرار الشرفاء، إذا كانت الأحداث تجري في الخارج وفي الداخل أيضا، فإن المجرى الرئيسي إن الشعب سيعبره، وإن الشعب لا يعرف مصالحه، وإن كل يوم يمر يزيد من درس هذا الشعب فصلا جديدا
ويفتح عينيه على حقائق جديدة سيتزود بها أسلحة في طريق النضال، بلا هوادة، بلا رحمة ولا شفقة ضد أعدائه المنبثين. أيها المواطنون الأحرار، وكأن التاريخ يشير إلى هذا اليوم حقا، حينما تتجمع جماهير العمال المؤمنة الصادقة الخالية من التطلعات، الخالية من الانتهازية. هذه الجماهير القوية المتدفقة اليوم هي أقرب إلى عبد الناصر من كل يوم، لأنها تدرك أن أعداءنا يتربصون بالثورة وهم يريدون الإطاحة بها، لأنها تدرك أنه قد آن الأوان لكي يلتف الشعب في جبهة عريضة حول قائده ليسير دوما في طريق النضال. ماذا لنا غير النضال أيها المواطنون؟ حماية لحاضرنا ومستقبل أجيالنا، حماية للثورة التي آمنا بمبادئها ونريدها أن تطبق في حياتنا، نريدها أن تطبق في واقعنا. ولكن الشعب أدرك بوعيه أن المبادئ لكي تطبق عليه أن يناضل نضالا لا هوادة فيه من أجل تطبيقها. إنه يستفيد دروسا ضد المعوقات وضد المعوقين، ضد الانحراف والمنحرفين بالثورة ومبادئها. هؤلاء ليسوا من الشعب وليسوا من الثورة، بل هم أعداء الشعب وأعداء الثورة. إن الشعب يريد من عبد الناصر أن يستمر في طريق النضال الثوري ضد أعداء الثورة، ولكي تطبق مبادئ الثورة واقعا حيا تحسه الجماهير. إن الشعب يريد أن يستمر في طريق النضال حتى يصل إلى النصر على العدو الإسرائيلي العميل، العدو الذي يعمل لحساب الاستعمار الأمريكي الظالم الغاشم، عدو الشعوب في هذه الأرض. إن هذه صيحة جماهير شعبنا الواعية القوية. سر يا عبد الناصر في طريق النضال، نحن معك. سر، فإن جبهة الشعب تريد أن تضحي، بل تريد أن تموت دفاعا عن مبادئها وقيمها، دفاعا عن قيمتها ومستقبلها. هذه هي صيحة الشعب المخلصة أيها المواطنون، يسمعها الأعداء اليوم كما سمعوها منذ أن انتهت الجولة الأولى مع عدونا. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الفاتحة. الكلمة الآن للسيد عبد اللطيف بلطية، عضو مكتب تنفيذ القاهرة ومسؤول أيها الإخوة المواطنون، منطقة جنوب القاهرة. كلمة السيد عبد اللطيف بلطية، السكرتير العام لاتحاد العمال. بسم الله الرحمن الرحيم. سيادة الرئيس، أيها الإخوة العمال، ليس بغريب أن ينعقد هذا المؤتمر في حلوان، قلعة الصناعة وأكبر ميدان من ميادين التحول الاشتراكي والاجتماعي في بلدنا، والتي يشهد كل شبر فيها على ارتباطها بالثورة وارتباط الثورة بها. كما أن الضرورة كانت تحكمه وتدعو إليه، لأن الجماهير صاحبة المصلحة الحقيقية في ثورتنا الاشتراكية تعيش فترة من أدق فترات حياتها، وتحيا في ظروف بالغة الأهمية في الداخل والخارج، تتربص بها كل قوى العدوان للنيل من عزتها واستقلالها واشتراكيتها. إن جماهير العمال تعي تماما خطابكم في 23 يوليو 67 أن العدو يستهدف قبل كل شيء ثورتنا الاشتراكية، يستهدفنا نحن العمال أصحاب المصلحة الحقيقية في استمرارها، يستهدف مكاسبنا، يستهدف استقرارنا، يستهدف البيت السعيد لكل أسرة، يستهدف ضمان الماضي واستقرار الحاضر وأمان المستقبل، يستهدف حقنا في الحرية وحقنا في الحياة. سيادة الرئيس، لم يكن غريبا أن يكون العمال طليعة الشعب الذي خرج يوم 19 يونيو ليؤكدوا من جديد إيمانهم بثورتهم، إيمانهم بقائدهم، إيمانهم ليؤكدوا من جديد إيمانهم بثورتهم، إيمانهم بقائدهم، إيمانهم بضمير هذه الثورة وقائدها، إيمانهم بجمال عبد الناصر. وها نحن اليوم نؤكد لك أننا سنظل الدعامة القوية الصلبة في هذا الشرح الشامخ، في هذا العمل الإنساني الخارق الخلاق في ثورة 23 يوليو.
أيضا أننا إذا كنا دواما حريصين على استمرار هذه الثورة، فنحن اليوم أشد حرصا عليها وتمسكا بها ودفاعا عنها ونضالا من أجلها. سيادة الرئيس، إن شعبنا استطاع أن يعيد صنع الحياة على أرضه من جديد، ويشق طريقه بالنضال لتحقيق شريعة الله في أرضه، شريعة الحق وشريعة العدل التي ضمنها ميثاقنا العظيم. وسوف يصل شعبنا إلى آماله بإيمانه بالله، بإيمانه برسله، بإيمانه بكتبه التي تؤكد الحرية والحق والعدل والمساواة وتلفظ استغلال الإنسان لأخيه الإنسان. إن هذا الشعب لقادر اليوم بإذن الله وبعونه تعالى على أن يحرر أرضه ويصون مكاسبه ويحمي عزته التي جعلها الله له سبحانه ولرسوله وللمؤمنين. سيادة الرئيس، من هنا نعلنها قوية مدوية لإخوتنا لأشقائنا الضباط والجنود على خط النار. نقول لهم أيها الإخوة الأبطال، إن العمال، إن الفلاحين، إن جماهير الشعب تقولها لكم صريحة مدوية عالية: نحن وراءكم وحدة واحدة وقوة متماسكة، نشد أزركم مضحين بالمال والدم في سبيل وطننا، في سبيل أمتنا، ومن أجل أبنائنا، ليتحقق لنا النصر بإذن الله. سيادة الرئيس، نحن العمال جندك، طليعة جندك، ندعو الله من الأعماق أن يحفظك ويرعاك ويسدد بالنصر خطاك. والسلام عليكم ورحمة الله. وهذه أيها الإخوة المواطنون كلمة السيد أحمد فهيم رئيس الاتحاد العام للعمال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، أيها الإخوة العمال، في هذه اللحظة الفاصلة البالغة الدقة والحساسية، وقد بلغت معركة المصير في مواجهة الصهيونية والإمبريالية أخطر مراحلها، وأصابعنا على الزناد في انتظار جولة قادمة. في هذه اللحظة الخطيرة
التي تطالعنا فيها الأنباء بأجواء الانفعال والتلهف والقلق بإعلان العدو ضم أراضينا المغتصبة، في هذه اللحظة الحاسمة التي يجب علينا جميعا أن نواجه الموقف متعاونين متحدين بعون الله في طريقنا الشاق إلى النصر. في هذه اللحظة الفاصلة يا سيادة الرئيس، أردنا نحن عمال الجمهورية العربية المتحدة أن نجتمع لنحدد مسؤولياتنا في مواجهة الموقف، ولنلتقي بك كقائد الثورة الشعبية التي آمنا بها ووطدنا العزم على استمرارها ودفعها وحمايتها، باعتبارنا نحن أبناء الشعب العامل أصحاب هذه الثورة، ولا أقول أصحاب المصلحة في استمرارها. وإنا لنتوجه إليك يا سيادة الرئيس بخالص الشكر على تلبيتكم لدعوتنا وترحيبكم بالاجتماع بإخوانكم العمال في مدينة حلوان، هذه المدينة الثورية المنطلقة التي كانت بالأمس مدينة سياحية يلجأ إليها طلاب الهدوء والاستجمام، فأصبحت اليوم في مصر الثورة قلب الصناعة الثقيلة، قلب صناعة الصلب الأساسية والصناعات الدفاعية. فيها تتركز أهم إنجازات الثورة، وفيها يرسي الشعب العامل الأساس القوي المتين لصناعته ونهضته. لقد اجتمعتم يا سيادة الرئيس بإخوانكم العمال في المحلة الكبرى مهد الصناعة المصرية الرائدة، ثم اجتمعتم بهم في شبرا الخيمة لا كمركز صناعي حيوي ولكن كقلعة نضال الشعب العامل في مواجهة الاستغلال الرأسمالي الجشع. وكان اجتماعكم بنا يا سيادة الرئيس في مثل هذه المراكز الصناعية والعمالية يتم عادة في أول مايو عيد العمال، ولكن الظروف العصيبة والأحداث الخطيرة دفعت بنا إلى التعجيل بهذا اللقاء، وقد أبينا إلا أن يكون اجتماعنا بكم في حلوان لكي يعلم الجميع أنها كانت وما زالت وستظل معقلا من معاقل سيادة الشعب العامل وثورته. والحق يا سيادة الرئيس أننا لم نشأ أن نبرق إليك مؤيدين أو نسير إلى دارك متظاهرين، بل حرصنا كل الحرص أن نجتمع بك كشركاء في هذه الثورة التي أيدناها ووقفنا دائما إلى جانبها باعتبارها ثورتنا النابعة من إرادتنا والمحققة لسيادتنا والكفيلة بتحقيق آمالنا وضمان مستقبل أبنائنا. إننا نجتمع بكم يا سيادة الرئيس لا كحزب عبد الناصر، ولكن تحت شعار كلنا عبد الناصر. هذا لأننا نؤمن أنك للجميع وبالجميع، وعندما نقولها في عزم وتصميم كلنا جمال عبد الناصر إنما نعني بذلك أن لنا في الثورة ما لجمال عبد الناصر، وأننا نحرص على الثورة واستمرارها حرص جمال عبد الناصر. ونحن أيضا مثله على استعداد دائم لنفتدي هذه الثورة بدمائنا وأرواحنا، ولا أحسب أحدا في هذا البلد إلا ويقدر دقة الظروف التي نمر بها اليوم وخطورة الموقف الذي نواجهه، ونحن ندافع عن ثورة مصير وفي معركة مصير.
إن عمال الجمهورية العربية المتحدة الذين يعيشون الحاضر المشرق ويتطلعون إلى المستقبل الأكثر إشراقا، إن الجماهير العمالية في ظل هذا المجتمع الذي حررها من كل قيد واستغلال ووضع أمامها الفرصة المتكافئة في العمل وقرر كريم في الحياة وضمن لها أجرها العادل لقاء الجهد وأشركها في الإدارة والأرباح وحدد ساعات عملها ب7 ساعات وأحاطها بسياج من الضمانات ضد الفصل والتعطل، ضد العجز والشيخوخة والوفاة، فاطمأن العامل في حاضره وآمن على مستقبله ومستقبل أسرته من بعده. إن هذه الحقوق التي حصلت عليها الطبقة العاملة في مصر الثورة بعد أن كانت تعيش حياة الذل والحرمان والاستغلال لتجعلنا نحرص على الثورة حرصنا على حياتنا. إننا ماضون مع زعيمنا البطل على طريق الاشتراكية والنضال مهما كانت الصعوبات. السيد الرئيس، لا شك أننا جميعا نذكر خطابكم التاريخي في أول مايو سنة 1965 الذي نبهتم فيه إلى ما أشهر ضدنا من أسلحة الضغط الاقتصادي والمؤامرات والصهيونية والإمبريالية، وأوضحتم يومئذ ما تقتضيه طبيعة المرحلة من مضاعفة الإنتاج والحد من الاستهلاك استعدادا للمعركة. لقد كنا نحن عمال الجمهورية العربية المتحدة يومئذ أول من تجاوب مع هذه الدعوة المخلصة وأول من ضرب المثل بالعمل الإيجابي الجاد. فأصدر الاتحاد العام للعمال في 21 مايو 65 وثيقته التاريخية ميثاق العمل في مرحلة الانطلاق، مؤكدا في مادته 5 استعداد العمال الجاد لتقبل أي جهود إضافية أو تضحيات لطبيعة المعركة، إذ ينظر العمال إلى معركة الإنتاج كمعركة مصير، ويرون في طاقة الإنتاج الوفيرة خط الدفاع الأول عن أرض الوطن. وفي سبيل تحقيق منجزات المجتمع الاشتراكي لن يترددوا في بذل أي تضحيات تتطلبها المعركة، كما أبدى العمال يومئذ في ميثاقهم هذا استعدادهم الطيب للتعاون مع الإدارة، معلنين أنهم لا ينظرون إليها كطرف مقابل، وأنهم لن يدخروا جهدا في دفع الإنتاج وتحسين وسائل العمل وابتكار التحسينات الفنية، الأمر الذي لا يتحقق إلا بالتعاون المخلص الجاد بين الإدارة والعمال. إلا أنه يؤسفني يا سيادة الرئيس وأنا في حضرتك أن أسجل أن هذه الروح الطيبة وهذا الاستعداد المخلص لم يجد تجاوبا مماثلا من جانب المديرين ورؤساء مجالس الإدارة. وللحق أقول باستثناء قلة واعية من المؤمنين بمبادئ ووسائل الإدارة العلمية الرشيدة، ولقد سبق لي نيابة عن العمال أن نبهت إلى هذه الظاهرة المؤسفة في خطاب مايو الماضي بشبرا الخيمة، ولولا ما يعانيه العمال والحركة النقابية من تجاهل وعرقلة من جانب هؤلاء الإداريين غير الثوريين الذين أصيبوا بمرض التعقيدات
بمرض التعقيدات الديوانية ونزعة التسلط، لما استبحت لنفسي يا سيادة الرئيس أن أعود من جديد إلى الحديث في هذا الموضوع الذي أعتقد أنه من الخطورة بمكان، لأنه يحد من فاعلية الحركة النقابية، ولأنه يهدد من جديد تفجير المتناقضات الطبقية في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الفكر ووحدة النضال، ولا أقول مجرد وحدة الصف. لقد تذرعنا طويلا بضبط النفس، ولكننا أصبحنا نعتقد الآن أن السكوت على هذه الظاهرة يضر بالإنتاج ويسيء إلى تجربتنا الاشتراكية أبلغ إساءة، وليس هذا فقط بل يسيء إلى النظام كله. وهذا ما أوضحته في البيان الذي ألقيته في المؤتمر الرابع للاتحاد العام للعمال في 30 يناير من هذا العام، مطالبا بإيجاد وسيلة للقاء بين الإدارة واللجنة النقابية على مستوى المنشأة أو المصلحة، وبين المؤسسة العامة والنقابة العامة على مستوى الصناعة أو الخدمات، إذ أن ذلك من شأنه حل جميع المشاكل في مهدها بل وتداركها قبل وقوعها، والتعرف على وجهات النظر التي تستهدف المصلحة العامة وتعميق الديمقراطية السليمة. إن الحركة النقابية هي الممثل الشرعي والأمين للطبقة العاملة، ولا بد أن تأخذ وضعها الطبيعي في المجتمع الاشتراكي وتؤدي دورها بلا معوقات. وإذا كانت الدولة الاشتراكية قد جعلت من هذه الحقيقة مبدأ أساسيا أكده الميثاق الوطني وأكده الدستور، فإن المسألة مسألة تطبيق، ولا بد أن تحترم الإدارة هذا المبدأ. وإنه لتناقض صارخ في الوقت الذي يشارك فيه العمال والفلاحون في إدارة شؤون المجتمع وتضمن لهم نصف عضوية مجلس الأمة والمجالس الشعبية المنتخبة، كحد أدنى أن نرى العمال غير ممثلين بنقاباتهم العامة في مجالس إدارة المؤسسات والهيئات. وهذا الفراغ الخطير هو الذي يشجع الإدارة غير الواعية على مستوى المنشأة على تجاهل اللجان النقابية، ولو أن النقابات العامة شاركت في الإدارة على مستوى الصناعة لما حدث مثل هذا التجاهل، الأمر الذي نرجو تصحيحه. السيد الرئيس، أيها الإخوة العمال، لقد قمنا نحن العمال بواجبنا، ونحن نؤكد استعدادنا للنهوض بمسؤولياتنا على أكمل وجه، لأننا نؤمن أن ذلك هو السبيل الأكيد لممارسة السيادة الشعبية. إننا لا ننظر إلى سيادة الشعب العامل كمجرد شعار، وإنما لنمارسه ونعيشه، ولا نقبل بأية حال أن يحاول كائنا من كان الانتقاص من هذه السيادة أو تحويلها إلى مجرد واجهة مظهرية. إن سيادة الشعب العامل هي ضمان أكيد في استمرار الثورة، وهي القوة الدافعة للتطبيق الاشتراكي، ولن يكتمل بناء المجتمع الاشتراكي إلا إذا عاشت الطبقة العاملة سيادته كحقيقة واقعة، وكانت هي على استعداد دائم للدفاع عنها وفرضها ضد كل من تسول له نفسه الانتقاص منها أو إبطال فاعليتها أو تهديدها. ولهذا نحن نقف إلى جانبكم يا سيادة الرئيس في معركة التغيير الجذري،
ونساندكم في كل ما قمتم به، ونساندكم في كل ما قمتم به وما تقومون به من ضرب للتجمعات الطبقية وتصفية لمراكز القوى والتكتلات ونساندكم في كل ما قمتم به وما تقومون به من ضرب للتجمعات الطبقية وتصفية لمراكز القوى والتكتلات الشلالية التي كانت من أخطر عوامل النكسة والتي أساءت أبلغ إساءة إلى تجربتنا الاشتراكية الرائدة. وإذا كان يحلو للبعض من وقت لآخر أن يسيئوا إلى العمال أو إلى الحركة النقابية ويدعوا عن غير حق افتقار العمال إلى الوعي ويطالبوا بفرض وصايتهم الفكرية والعقائدية والإدارية عليهم، فنحن نقول لهؤلاء إننا جنود عمل وإنتاج، ولن نستجيب بأية حال من الأحوال للشعارات الجوفاء ومتاهات الجدل التي تركت مع بالغ الأسف تسري في صفوف البعض، فأضعفت القيم الإيجابية والمناعة الذاتية وفتحت الباب على مصراعيه للإثارة والبلبلة. إن كثيرا من المؤثرات السلبية ممثلة في قيادات التشكيك في القيم قد أضعفت من مناعة الصمود، وقد آن لنا أن نوقف فعل هذه المؤثرات وأن نقضي على الفوضى الفكرية التي تحدثها المتاهات الجدلية، لنمضي متعاونين متساندين في طريق الإنتاج والعمل، نحسن انتقاء البذور ونتعهد الزرع بالرعاية اليقظة الدائمة، ولا نتعجل قطف الثمار، ونضع في اعتبارنا دائما أننا إذا نثرنا بذور الفرقة والهزيمة جنينا الهزيمة، وأننا إذا نثرنا بذور الوحدة والنصر جنينا النصر. سيادة الرئيس، مرة أخرى يسجل التاريخ أن العمال على العهد وأنهم على مستوى المسؤولية، فسر على بركة الله. وفقكم الله ونحن معك حتى النصر، والسلام عليكم ورحمة الله. أيها الإخوة المواطنون، والآن لقاؤكم مع الثائر، مع قائد شعبنا الثائر، مع الرئيس جمال عبد الناصر.
أيها الإخوة أيها الإخوة أيها الإخوة، حينما علمت أن الاتحاد العام للعمال قد نظم سلسلة من الاجتماعات، فإنني عزمت بيني وبين نفسي على حضور أول هذه الاجتماعات. وحينما علمت